7 مبادئ للتخلص من المحفظة الفاضية من كتاب أغنى رجل في بابل. المبدأ الأول، ابتدي إنك تملى المحفظة. بيقولك إنك أول حاجة لازم تعملها إنك تحوش على الأقل 10% من دخلك الشهري، وده حتى قبل ما تبدأ في دفع ديونك والتزاماتك واللازم منه. بيقولك ادفع لنفسك قبل ما تدفع للآخرين، اللي هي الالتزامات يعني. المبدأ التاني، تحكم في نفقاتك. بيقولك الكتاب ما تقعدش تشتري حاجات مش أساسية وممكن تستغنى عنها. في فرق بين الضرورات والرغبات. لو على الرغبات فاحنا محتاجين ملايين، بس بلاش الرغبات اللي بتخلينا نروح ندفع حاجات بالقسط وناخد قروض علشان نشتري حاجات احنا ما نقدرش عليها. نعيش عيشة اهالينا بقى. المبدأ الثالث، اجتهد عشان تزود ثروتك. يعني الحمد لله ربنا كرمك وادخرت 10% من فلوس، استثمر بقى. كبر المدخرات عن طريق الاستثمار. يعني مثلا شوف لك حد شاطر عامل مشروع وشاركه بجزء، استثمر في البورصة، في الذهب، في اي حاجة. المهم انك تكتر فلوسك، ما تسيبهاش زي ما هي كده، ما ينفعش. المبدأ الرابع، حافظ على ثروتك من الضياع. بيقولك الكاتب وانت بتستثمر اتعلم تحمي فلوسك وما تتخدعش بالمكاسب الكبيرة. يعني ما تتهورش، ما تدخلش مشروع انت مش فاهم فيه حاجة لمجرد ان قالولك ان فيه مكاسب كبيرة، ولا الحاجات اللي على النت اللي بتحط فيها فلوسك ويقفلوا عليها فجأة. يعني ادرس كده الموضوع كويس واسأل اهل الثقة، ولقد اعذر من انذر. المبدأ الخامس، خلي بيتك استثمار مربح. نصيحة الكاتب الذهبية ان العقارات افضل انواع الاستثمار واللي قيمتها بتتضاعف بعد مرور الوقت. يعني حاول تشتري عقار حتى لو بالقسط. والله لو معيشتش فيه في يوم وحسنت معيشتك وارتقيت بيها، اهو هتأجره وتعيش بفلوسه، او هتبيعه وتبقى كسب. وزي ما قال محمد البسيوني في اقتصاد منزلي، العقار هو الابن البار. المبدأ السادس، اضمن دخل ثابت في المستقبل. لما تكبر كده وتبقى مش عايز تشتغل او مش قادر، لازم تكون ضمنت لنفسك حاجة بتدخلك دخل ثابت. والله بقى البيت اللي انت مأجره اللي لسه قايلين عليه، او تحط الفلوس اللي انت استثمرتها وكبرتها وتصرف منها، او المشروع اللي دخلت فيه وبيدخلك دخل وانت قاعد كده في البيت. المبدأ السابع والأخير، زود قدرتك على الكسب. يعني اتعلم تجيب فلوس اكتر. ازاي؟ اتعلم مهارة جديدة تجيب لك فلوس، ادرس اكتر في مجال شغلك عشان تبقى خبير، وكل ما زادت خبراتك ومهاراتك زادت فلوسك. هتدخروا وتزودوا فلوسكم ولا مفيش فلوس اصلا؟ قولولي في الكومنت. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.